الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما غني وقادني إليه بالتهلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من به مرادي اقتدى في السر والجهل يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصار دينا. وسيلتي لمالك الرفيع محمد بن خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك والإقرار وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم. فقلت ذا سكن وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعين. يا بر يا غفور يا عليم إني غفور تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمن هواي قلل المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون. منك أروم اليوم أن أكون
وأمضي ممن أبوا لغيرك الركون وأمضي يا غافر هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيم بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصرفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجل ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيه وآله وصحبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي قد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكف عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معلم ذليل فاغنني بك وهب لي الرب بمن على جملة عجب وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في ليل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منى وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت مديري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل ذا البلد واجعل
إلهي مسكني طوبى مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أو زارا فنجي واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذاه يا رب أمين واجعل بنائي البناء عافيا يجرني إلى خيول صافيا واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء والتكف عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دهر الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان وتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا يسيرين وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي وفي وعالني وأعلم من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعل ربي مننا المؤجلة جالبة لمنن المؤجلة يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخليل إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خالدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر الخيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن نكدي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دفا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبلدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا قل للنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح وتورنا بفعل ما أحببت
وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاء من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا هذا الذي آتانا وترك ما فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى والتف عنا كذبا والأهوال وتكفنا الهوى وما لا يعني وبكذا بلغنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصم مهملا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفور وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصرين وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وما من جلاد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأعيني في طاعة يا ربي ولا يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق ليسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل وصحبه وشهر رجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمام علي
هب لي في الدارين سيدا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب الجمال وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يموق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على محسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لله وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أذاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أغيب يا عبد أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا بر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أخادع أنت الذي تري محبي كوداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فبحمايتي يكن حسن الأسير عن كل ذي ناب وظفر كل حين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس في الكلام وشر ذي ضجر وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جهود
بك أخذت يا إلهي الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلاء وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين وسلني شر كل وعين وشر كل جاهل وعالم ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل قابل وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النائم والهر والبر وشر الماء وسودني وأيدني أباد وطهر القلب وصفه الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرسائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتح الرب ليا فلن مبينا لا يرى لمثليا وليا حداقة ونورا وفي صراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وأغتني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي واهزمني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والقلب مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفي إيماني لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الحياة والأبد موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل يا حفيظ حاميا وافدا وهاجبا وراديا وجاذبا ومرشدا محلما
والصفات ومثلك المسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي ومثلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صلي الخير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلمين ونجني من شر كل مجرمين وأغرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعل لي يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصاب ومن جوى ومن غرام ووصاب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم
ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرضه عن أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ارفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير لكنا وتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفعون ولمعة الصيد بقلب يخشعون وليهب فيه دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تشبعون وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أباد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واهجنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكني المسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله مسكن الخروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السمين ودام داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا
وكن بإذنه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات أسد واكفها عن الآفات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن مصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا سمان تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة والريد بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرج العبد كذا بأمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرج العبد كذا بأمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي بالآل وصحبه سوي تجنبي سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لقمان أبدلا على سوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل وأوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبونك ما يمر لوجهك الكريم واجب الرجاء بلا أسل لمن يديمون رجاء حبل ذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام ما قدر عبدك القديم يا خير من يجود بالتقديم لقد سايا إليك يا شكور بكرم ومنة وبسكور بحق وجهك الكريم حمله إجابة يا من موت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا حمل الذين آمنوا وأسلموا فراق بالله الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من هباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من هباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من هباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه